صباح الفل والسعادة والجمال عليكم يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يلا تعالى نعمل معمولة رائعة رائعة في الشتاء وطعم جميل جدا، فوق فوق الخيال كده، طعم تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى دلوقتي نص كيلو من الدقيق، لو عاوزين تعرفوا بالكوباية، 3 كوبايات ونص من الدقيق، مش نص كيلو بالظبط، هو كيلو الا ربع، كيلو الا ربع من الدقيق، كيلو الا ربع من الدقيق عامل 3 كوبايات ونص. ماشي يا حبايبي. حطينا كوباية من السميد دوت خميرة بيرة. خميرة بيرة دي بتبقى مش زي خميرة فورية، بتبقى جميلة جدا. حطيت عليها معلقة سكر وقلبتها في البرطمان على مية دافية، وسبتها لما تعمل فقاقيع كده، وسبتها على جنب. حطينا هنا السميد اللي انا قلت لكم عليه، كوبايه من السميد. حطينا كوبايه من الزيت وقلبناها كويس مع كيلو الا ربع من الدقيق ورشه ملح. خلاص يا حبايبي، يبقى حطينا قد ايه؟ لو عايزين تعرفوا بالكوبايه، 3 كوبايات ونص من الدقيق، وحطينا رشه ملح، كوبايه من السميد، سميد البسبوسه. خلاص يا حبايبي، هنقلبها كويس جدا مع الزيت. هنعملها زي نبسسها كده، زي ما بنعمل زي ما بنعمل الكحك. خلاص هنبسسها كويس جدا، يبقى 5 دقايق عشان نشرب الزيت كله في قلب الدقيق والسميد كويس خالص. شفت الخميرة بعد ما فارت عملت ازاي؟ جميلة جدا. الخميرة البيرة دي بتبقى تحفة جدا، ما بتلاقوها حدوها جميلة جدا في البيت، حلوة جدا للمخبوزات. خلاص يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهاركم زي العسل ان شاء الله يا حبايبي. هنعجنها كويس زي ما انتوا شايفين كده، شايفين عجين. هنعجنها يجي 10 دقايق، هنفضل نعجن فيها لغاية ما هنتوه المية خالص منها، ونخليها بعدها، بعد ما حطيت مية الخميرة كلها. المية الخميرة عبارة عن كوباية، نص البرطمان دوت انا ملياه، يعني كوباية مليانة من المية الدافية. كوباية مليانة من المية الدافية. خلاص يا حبايبي، وعزت حبة مية كمان دافيين، حطيتهم عليها، يجي نص كوباية كده. خلاص، لما عجنتها كويس والعجينة بقت طرية في ايديا، وزي ما انتوا وريتها لكم كده، خطيتها وسبتها في مكان دافي عشان تدفى. ممكن تولعوا لها الفرن وتسيبها في قلبها. دي كوباية من السكر، كوباية من السكر، عليها معلقة كبيرة من القرفة. زي ما انتوا شايفين في ناس بيعملوها بالكاكاو، انا بحبها بالقرفة. لو عايزين تحطوا معلقة كاكاو بتبقى جميلة برضك. خلاص، هنقوم جايبين مية وعاملينها زي الرملة المبلولة كده، هنفضل نقلب فيها زي الرملة المبلولة. شايفينها يا حبايبي؟ هنفضل نقلب لغاية ما تبقى زي الرملة المبلولة بالظبط، ونركنها على جنب كده، وندهن الصاج. طبعا لازم يدهن كويس جدا، لان العجينة ما ت... لا اما ورق زبدة، لا اما تدهن الصاج. بص بقى، شفت الجمال بتاع الخميرة كده؟ شايفين فرت وبقت جميلة ازاي؟ تحفة. وخلي بالكوا احنا في الشتاء فكتروا الخميرة شوية. خلاص هنفردها يلا على الصاج، ونركن التانية، النص التاني ده كده في جنب، ونغطيه طبعا عشان ما ينشفش مننا. وهنفرد يلا كله في الصاج دوت على قد ما نقدر. بصراحة ما عنديش صاج اصغر من كده يعني، كنت عاوز عندي صاج اصغر شوية من كده، بس العجينة بتحتاج انك تتفرد في حرية شوية، فهي ما خدتش الصاج كله يعني، خدت يعني سابت حتة صغيرة جدا من الصاج. خلاص، انا فردت بقى خط يعني، بعد ما فردت دي، قمت جايبة ورق زبدة، وقمت حطاها بقى هي رخرة على ورق الزبدة، وقمت فردتها على قدها بالظبط، على قد ما تقدري. تجيبي شمال ويمين كده الورقة عشان تعرفي تفرديها كويس، تفرد معاكي حلوة بالمشاية. خلاص، هنقوم جايبين بقى الصاج وحاطين فيه القرفة والسكر اللي احنا عملناه. هنفرطه. اهم حاجة انك
ما تجيبيش على من الجناب عشان ما تطلعش منك السكر ويتحرق. انا رافعه الجناب كده من الطروف عشان خاطر ما تلسقش منك، ما تتحرقش منك. خلاص. بعد ما فردنا السكر كله، جبنا بقى ايه اللي احنا فردناه على ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، وهنقوم ايه حاطينها كده مسوينها على قد ما نقدر، خاطين كل السكر وكل اللي حواليها وضغطين عليها طبعا. حاولي تضغطي عليها بالمشاية او تضغطي عليها بايديكي وتفردي كده على قد ما تقدري. في معلقة من العسل زودناها مية، زودناها معلقة كمان من المية وهندهن بيها الوش. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هند طلعت من ست الدار. الله تعجبكم القناة وتقولكوا لفة، انا عاملة حاجات جميلة جدا فيه. ان شاء الله تعجبكم، ما تنسلوش في اللايك والاشتراك في القناة. الله يسعدكم ويكبر خاطركم يا رب العالمين. شكرا لكل اللي دخلولي، الله يسعدهم ويحقق لهم كل اللي تتمنوه. كل سنة وانتم طيبين، يقعد عليكم الايام بخير ان شاء الله يا حبايبي. خلاص. هنقطع بقى بزاوية كده عشان يبقى عاملة زي المثلثات. شايفين؟ ده السكر عبارة عن ايه؟ عملت سكر خفيف عبارة عن كوباية ونص من السكر عليها كوباية من المية. خلاص يا حبايبي، كوباية ونص من السكر عليها كوباية من المية، عليها كوباية ونص من المية. خلاص. كوباية ونص من السكر عليها كوباية ونص من المية. انا مش عايزاه تقيل. وهنحط عصرة ليمونة اول ما يغلي ونسيبه على النار. خلاص. هنعيد بقى على هنعيد على اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. ونقطعها بقى نحطها في صينية كده، دي شكلها تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله تعملوها، جميلة، اكلة شتوية، حاجة حلوة شتوية جميلة تحفة كده، طعمها فوق الخيال كده. ان شاء الله تحبوها. وعشاق القرفة، شوفوا اللون من تحت جميل ازاي. عشاق القرفة يحبوها جدا جدا. القرفة دي بتعمل ريحة جميلة جدا في الطعم وفي البيت كمان. مع السلامة يا حبايبي، مع ألف سلامة.